مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من مصر زمان والان. الحقيقه كل يوم بنحاول بقدر الامكان ان احنا نسترجع سلوكيات او عادات وتقاليد افتقدها الشارع المصري الحقيقه في الحاضر. يمكن كنا كلنا بنعيشها في الماضي. لو هنتكلم عن احترام الاخر، هنتكلم عن ثقافه الاختلاف، هنتكلم عن آداب الحوار. للأسف الشارع المصري دلوقتي مفتقد كل الحاجات دي. لو خدنا كده يوم في حياة مواطن من أول ما بيصحى لغاية ما بيروح، أول ما بيصحى الحقيقة بيبقى نازل أساسا شايل هم المرور اللي رهيب لما هيوصل شغله متأخر، فأساسا بيبقى نازل متضايق. ده من البداية. لو حد بقى جه ودخل عليه كده بالعربية أو مثلا قطع عليه الطريق، يعني الحقيقة بنسمع أشياء رهيبة. ده ما كانش موجود زمان، وده ما كانش سلوك المواطن المصري. ايه اللي حصل لينا وليه التغيير ده؟ وهل المدنية لعبت دور كبير جدا في تغيير سلوكنا واتجاهنا اتجاه الآخر؟ وهل كمان التطور اللي احنا بنعيشه وهوس الحياة واللهس ورا المال وأيضا الشغل والبطالة وأشياء كتيرة جدا في حياتنا غيرتنا؟ ده اللي هنعرفه النهاردة، والحقيقة بيسعدني وبيشرفني أن يكون معايا النهاردة الدكتورة ميسون الفيومي، أستاذ العلوم السلوكية أو السلوكية والعلوم، صح كده؟ العلوم السلوكية. مساء الخير يا دكتور، ومنورانا النهاردة في الاستوديو. وأولا أنا سعيدة جدا أن أنت موجودة معايا، وحشتيني جدا لأن بقالنا فترة طويلة ما طلعناش مع بعض. دي حقيقة. وعملنا حلقات حلوة مع بعض قبل كده كتير. إيه اللي حصل لينا؟ يعني حصلت لنا حاجات كتيرة جدا جدا جدا. ثقافتنا اتغيرت، مبادئنا اتغيرت، قيمنا اتغيرت. بقى عندنا خصوصا في جيل الشباب بقى عندنا شباب أقل تحمل المسؤولية، أقل احتراما للكبير، مع ان احنا اتربينا على احترام الكبير. المعايير اللي كانت زمان بتبني اي مجتمع ابتدت المعايير دي تتغير تماما، ما بقيناش زي الاول خالص. والغريبه بقى ان كل الناس بتشتكي. طب المشكله فين؟ يعني لما انا بشتكي وحضرتك بتشتكي وغيرك بيشتكي، واللي بيبيع فول على الشارع بيشتكي، واللي ما اعرفش بيشتغل ايه بيشتكي، والوزير بيشتكي، والغفير بيشتكي. طب المشكله فين؟ ما اكيد المشكله فينا احنا كسلوكيات. لما نيجي نتكلم بقى على سلوكياتنا وليه سلوكياتنا اتغيرت، لان احنا بقى عندنا اللهفه زي ما حضرتك ذكرتي ورا المال. اهم حاجه دلوقتي ان انا أأمن الحياه للولاد، تمام؟ فالاب بيجري 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 مش ملاحق، يعني عارفه تحسي انه يعني بيبقى يشتغل بالنهار، يشتغل بعد الظهر. دوره يعني كنموذج اب في جوه البيت اختفى، ما بقاش موجود. الحاضر الغائب ما بقاش موجود زي الاول. تمام؟ فبالتالي حتى قيمته، يعني كان ممكن مثلا يبقى الاب زمان يبقى مسافر لكن موجود في البيت، بالرغم انه مش موجود جسمانيا لكن بالروح موجود. فبتلاقيه بيأثر في التربيه بتاعه الابناء. لكن دلوقتي بقى الاب حتى لو هو موجود في البيت بس ما بقاش ليه التأثير الكبير بتاع زمان. الام طبعا طبيعي لان عقلها العاطفي هو اللي دايما بيشتغل، هو اللي بيحركها، مشاعرها هي اللي بتحركها، وخصوصا يعني مع ولادها. فدايما ابتدت تبقى فيه طب انا هحرم ابني من ليه؟ انا اجيب لابني كذا، انا اعمل لابني كذا. في وسط التحضر اللي بقينا بنشوفه بقى مثلا طفل يبقى في ثالثه ابتدائي، رابعه ابتدائي، اولى ابتدائي، عايز يبقى معاه موبايل احدث موديل، اصل ليه ما هو يبقاش زي زمايله، لازم اجيب زي زمايله. فابتدت الحياه، نماذج الحياه تتغير. يعني انا دايما انا عن نفسي بتهم جيلي، احنا بوظنا جيل حقيقي. يعني احنا مشاركين في سلوكنا الحقيقه في مش عايزه اقول فساد اولادنا، ولكن في جزء من اخطاء اولادنا. طبعا بسبب ان احنا تركيزنا اكتر على ان احنا نوفر لهم سبل الحياه الهاديه، ان هم ما يتعبوش في حياتهم. والحياه كلها كد وتعب، احنا تعبنا لكن هم ما تعبوش، يعني واخده بالك؟ فبيطلع عندك قيمه الحياه. يعني انا بقول لهم حتى جيلنا غير جيلكم. احنا زمان كان ممكن نسيم الربيع وانت قاعده في البلكونه تتبسطي عليه، انما هو دلوقتي تكتفي وتحسي انك سعيده. يعني مجرد انك قاعده في البلكونه معاكي كوبايه شاي، فنجان قهوه، بتسمعي ام كلثوم، في نسمه كده بتاعه الربيع جايه، كنت بتحسي بانك سعيده. لكن هما دلوقتي جيل بجد يفتقد يعني ايه سعاده، ما يعرفش يعني ايه يبقى سعيد. متطلبات الحياه وفكره ان انا ما عنديش رضا، اصل ده جزء من عدم الرضا، ان انا يكون عندي ان انا عايز كل حاجه. ده جعل العلاقه ما بين الاسره في البيت الواحد ما فيهاش الاحترام الكافي.
لا هي بصي، موضوع الاحترام ده تربيه، مم. يعني بغض النظر عن ماديات او عدم ماديات، دي اسلوب حياه واسلوب تربيه. فلما بيطلع الام والاب بيعلموا اولادهم منذ الصغر على احترام الكبير واحترام الاب والاحترام الام، وده واجب. ساعات بيبقى في تناقض في الاسره، بمعنى ايه؟ اني ممكن مثلا انا بشوف نماذج قدامي، ممكن الابن يهدد الام لو هي ما لبتش طلباته انه هيروح يشتكيها لبابا. فبقول لها طب ازاي ابنك يقول لك انا هروح اقول لبابا وانت سكتي؟ المفروض انك ما تسكتيش، لان هو كده بيتربى وبيفهم ان انت بتخافي من بابا، فبالتالي انت مالكيش دور، فبالتالي انت مالكيش قيمه في الكلمه. فالمفروض يبقى في اتفاق ما بين الام والاب. يعني لو انا مثلا جايه اعاقب ابني فالاب ما يتدخلش، لو الاب بيعاقب الولد يبقى انا ما اتدخلش، ولو هتدخل ابقى مع الاب ما بقاش مع الابن. ده جزء من عدم الاحترام داخل البيت. طبعاً. فكره ان في اختلاف ما بين الاب والام. طبعا. طب احنا عايزين نعمل مش مقارنه، بس عايزين نعمل استرجاع للذاكره لجيلنا، للاجيال اللي قبلينا. الحقيقه العلاقه الاسريه، الترابيزه الحقيقه بتاعت السفره، يمكن احنا ما بنتقابلش دلوقتي خالص على ترابيزه السفره. حتى في رمضان ممكن كل واحد بيبقى عايز يشوف اللي هو عايز يشوفه فبيخش اوضته. على فكره ده غلط. ما هو ده جزء كبير جدا من البعد عن العلاقات والحميميه ما بين الاسره الواحده. افتقدناها. ليه بقى افتقدناها؟ طب نتكلم عن اللي فات الاول. طب خلينا نتكلم في فات وذكريات الماضي بتاعنا الجميل. انا بتكلم احنا من جيل كان عندنا الاب يعني لو دخل البيت، لو زي ما بيقولوا لازم نقف، لازم، لا يعني في احترام. يعني يقول لك لو رنت ابره على الارض هسمع صوتها، لاني خلاص باباكم في البيت، ما ينفعش تعملي ازعاج. صح. لو الاب يقول كلمه الزوجه ما بتتنيهاش، خلاص طالما الاب قال كلمه فالموضوع منتهي. دلوقتي الدنيا اتقلبت. خلينا نتكلم في ذكرياتنا الحلوه اللي احنا عشناها. كانت قيمه الجيران، حتى كالجيران كان في ترابط في حواليكي، في احترام للجار، في احترام جدا للجار، ولو كان حتى مختلف عن ديانتك. يعني انا افتكر كويس جدا كان عندنا جاره كانت مسيحيه، كانت تصوم معانا مثلا يومين 3 في رمضان، تطلع تفطر في بيتنا، وهي يعني هي مسيحيه. من كتر ما هي مرتبطه بوالدتي جدا وبتحب والدتي جدا. انا عن نفسي واحنا صغيرين ما بتتربيش على ان في فرق، احنا واحد. يعني تمام. الجيران التانيين بقى اللي هو زي يقول لك مثلا الطبق ما اعرفش بيبقى فين 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 فين، ما فيش حاجه انك تطبخي من غير ما تدوقي جيرانك وجيرانك كلهم اللي موجودين. فبتبقي في الاخر يقول لك حتى احنا مش عارفين الطبق ده بتاع مين، من كتر ما هو بيلف على الجيران كلها. كان في احترام للجار. يعني لو الجار حزين او حصلت له مشكله كنت انت بتبقي حزنك من حزنه، يعني انت ألمك من ألمه. في مراعاه. دلوقتي انت ممكن يبقى عندك جار، صدقيني والله ممكن تبقي ساكنه في عماره في مجموعه من الجيران ما نعرفش بعض. يعني حتى انا دايما بقول ايه، طب ايه اللي يمنع ان حد يبادر ويقول دعوه على الفطار في مدخل العماره؟ اتكلم بامان وتعالوا كلنا نفطر في مدخل العماره وكل واحده تنزل اكلها ونشوف بعض. والله فكره حلوه. احنا ما بنشوفش بعض، احنا ما نعرفش بعض. يعني احنا جيران في العماره. انا مش بتكلم عن نفسي، انا ساكنه في عماره خاصه مع اهل جوزي، فاحنا على طول مع بعض. المهم ان الناس تتقبل، ده المهم يا دكتور. لان فعلا بيقعدوا من السنه للسنه. صدقيني ممكن يبقى مريض في يعني في الشقه اللي فوقيكي انت مش دريانه عنه حاجه. ممكن حد تلاقيه حصل له كارثه بس انت مش عارفه عنه حاجه، لان وده مش احنا كمسلمين مش مامورين بكده. احنا مامورين بحب الجيران، بالتوصيه. الرسول ما زال جبريل يوصيني على الجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني تخيل انه هيدخل في الورث من كتر ما احنا متوصيين على حسن المعامله وحسن الادب مع الجيران. يعني دلوقتي بقى كل واحد الجار. احنا ابتدينا بالجار، فكره خصوصيه الجار واحترام الجار يمكن هي مفقوده دلوقتي الحقيقه في عدد كبير جدا من بيوتنا. ان انت وانت خارج حتى ما ترزعش الباب عشان جارك لو عنده حاجه، انك ما تنزلش، ما يبقاش فيه مشكله عشان انت راكن العربيه وهو مثلا مأخرك شويه. احنا بقينا عندنا ضغوط نفسيه شديده جدا، خلت حتى سلوكياتنا اتجاه الاخرين يبقى سلبية. فيها عنف وسلبيه، ما فيهاش جزء كبير من الاختلاف. احنا ما عندناش ثقافه الاختلاف. لا، اولا عايزه اقول لك ان الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه عدو، عشان نبقى متفقين. عدو. عارفه المثل اللي يقول لك من جور السعيد يسعد. فدايما لما تبقي عندك جار او عندك جار في على فكره في ناس فاكره ان الجار ده هو جاري للشقه في الشقه. لا، انا على فكره وانا ماشيه بالعربيه ما هو جاري اللي سايق جنبي. أيوة. انا في الشغل ما هو جاري اللي مش جارك بس اللي ساكن جنبي، مش جاري اللي ساكن جنبي. لا، لان في مفهوم خاطئ عن الجيران. فانت لما تبقي قاعده مع حد سعيد ومبسوط هينقل لك الطاقه الايجابيه بتاعته، لكن لما تقعدي مع حد سلبي وعنده طاقه سلبيه شويه بشويه بتبقي انت زيه، لانك انت خدتي الطاقه بتاعته. خلينا نتوقف عند العدوى، عشان احنا محتاجين كلنا ان احنا يبقى عندنا عدوى للطاقه الايجابيه، لان للاسف ممكن الطاقه السلبيه تكون منتشره بشكل كبير جدا. نطلع نشوف تقرير ونرجع نستكمل حوارنا مع حضرتك.